مرحبا، يسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة على طول. اليوم الفيديو بيجنن بصراحة. وكان اليوم الفيديو بصراحة شو بدي لكم، كتير حلو كتير حلو لذيذ، لاني اليوم محمد اليوم نجاحه من روضة. الحمد لله خلصت الروضة على خير. وطبعا رح يبلش الدوام الصيفي، لا بس يعني خلصوا هلا الدوام الكامل. محمد الحمد لله استفاد كتير على الروضة، وكتير كتير انا مبسوطة من هالشغلات اللي هيك اللي حققها عن جد محمد، وتخطى هيك هالمرحلة الحلوة بحياته. عن جد أنا تذكرت هيك هالمرحلة بحياتي كمان كانت كتير حلوة. وعن جد يعني عند محمد كمان إن شاء الله رح تضل بذاكرته وتضل يعني ذكرى حلوة إذا الله راد. هلا اول شي عم فرجيكم اكلة حلو. ليش؟ لاني الانسة طلبت اني من كل حدا من الاهالي يجيبوا اكلة حلو هن على ذوقهم، فانا اخترت اسهل اكلة. اني على اساس اني اخترت اسهل اكله، بس طلعوا بصراحه اهالي الطلاب كلياتهم جايبين اكل جاهز، او اكل يعني شو بدي لكم بسكوت وهيك شغلات مغلفه، وما متعذبين نهائيا. بس انا تعذبت وعبلت حالي ورحت جبت وسويت وعملت لحالي. بس باقي اهالي الطلاب كلياتهم جايبين بسكوت، جايبين علب شيبسات وهيك شغلات. فيعني يلا دخلكم يعني مو فرق نهائيا. المهم كنا مبسوطين وفرحانين. المهم طلعت أكلة الحلو كتير طيبة ولذيذة. رح أشرح لكم شو هي الأكلة. نحن بحلب بنقلها راس العبد، ما بعرف إذا بيقولوا لها غير اسم، يمكن اسمها جاتو كماني. في ناس بتقلها جاتو، جاتو او كرات الجوز الهند، ما بعرف يعني في إلها اسماء كتير، بس نحن يعني بعيلتي نحن بنقلها راس العبد. هلا اول شي مثل ما شفتوا حطيت لتر حليب، وحطيت تقريبا كاسة سكر، وحطيت كمان بعد ما حطيت كاسة السكر حطيت معلقة زبدة. هلا هو لازم زبدة، انا حطيت سمنة كمان ما بيأثر، مهم تكون طيبة. هلا هي السمنة كتير طيبة. وكمان حطيت كاسة ونص من السميد، سميد ناعم او سميد وسط بيصير. وكمان حطيت ظرف الكاكاو كلياته، وحطيت كمان ظرف فانيلا، وضليت اخلطهم هيك لحتى تماسكوا وصاروا بالقوام اللي بدي اياه انا، سميك يعني يكون قوامهم سميك. حطيتهم لحتى بردوا، بعدين شكلتهم بهذا الشكل الحلو المميز. صاروا هيك شو بدي لكم، صرت اغطسهم بالجوز الهند، ويا عين عن جد كتير طلعوا طيبين. وهون محمد كان بالحلاق كمان بعد ما خلصت. نزلنا على الحلاق لحتى اعمله لمحمد تسريحة. هلا هو كان حلق شعره من يومين، اخده زوجي على الحلاق وحلق له شعره وظبطه، بس كان بده تسريحة حلوة هيك ومرتبة مشان نروح على الحفلة بكون جاهزين وكامل اناقتنا. هلا اجا دور ميمو، بصراحة ميمو كتير عذبني بالزور لحتى قاعد على الكرسي، وانا اول مرة بروح على الحلاق الرجالي لحالي. فبالعادة يعني بياخدهم جوزي او بياخدهم اخوي. اليوم لا، ما كان معي حدا، لحالي كنت لحالي يعني بالحلاق. فيعني الحمد لله كان متعاطف معنا الحلاق وساعدني كتير يعني لحتى قعد ميمو على الكرسي وزبط له شعراته. مثل ما شايفين هون كانوا يعني تقريبا جاهزين. هون بدلت لهم ثيابهم بالروضة، وان شاء الله هلا راح افرجيكم الحفل بالكامل. هلا افرجيكم هاي اول شي هون مكان ما راح يصورون الاولاد. كانوا عاملين زينة كتير حلوة وكتير رائعة بصراحة. هون كانوا حاطين الجلاءات وحاطين اسم المعهد كمان، حاطين بصراحة يعني بصراحة عاملين كل جهدهم لحتى يطلع كل شي حلو وكل شي مميز وكل شي يعني شو بدي لكم غير عن كل الروضات. عن جد كتير في اعتناء بالطفل، اعتناء بالاهالي، اعتناء بكل شي يعني الحمد لله. وانسته لابني كتير كانت كويسة مميزة عن جد كل السنة. وهون عم بفرجيكم كمان الاكلات، شوفوا كلياتهم جايبين اكل مغلف من الماركت، وانا رحت عذبت حالي وزبطت هذا الصحن. يلا مو مشكلة، صحة وهنا لكل مين اكل ولكل مين كان بالحفلة وانبسط.
هلا هون رح افرجيكم كمان بعد ما دخلوهم حطوا لهم هالطواقي، ويا عيني كمان اجا جوزي وتصور مع الاولاد وهيك، يعني كانت حفلة رائعة جدا بصراحة. وجابوا لهم هذا ايش بيقولوا له، هذا الرجال المهرج. جابوا له المهرج مشان هيك يلعب معهم ويطعميهم ويفتح لهم الاكلات ويطعميهم. عن جد كانت هيك لحظات حلوة ورائعة. وهون محمد قلت له روح ارقص مع المهرج يعني عشان اصورك، فهو ما كذب خبر، كمان راح يرقص وصار يجيبه لميمو ويجيبه الاولاد، ويا عين عن جد كتير انبسطنا وكتير كانت يعني كان يوم كتير حلو بصراحة. وانا كتير كنت مبسوطة لاني محمد يعني ابني الكبير اول ولد كان عندي، فلهيك كتير انبسطت بحفلته، انبسطت اني تخطى هيك مرحلة حلوة بحياته. ان شاء الله يا رب هيك بشوفه باعلى المراتب، وبشوفه متخرج من الجامعة وبيكون محقق اللي بده اياه هو، اذا الله راد. ادعوا له انتو كمان وكتبوا له بالتعليقات شغلات بتفرحه، لاني محمد يعني صار بيهجي وبيعرف بيقرأ شوي، فانا بهدي له كمان وبقرأ له التعليقات وبقول له يعني ايش كاتبي له انتو. وهو بيعد كمان اللايكات اللي بتحطوا له اياهم وقت بكون هو بالفيديوهات، وقت تكون مثلا انا مظهرته بالفيديو، فهو بيطلع على الفيديوهات وبيطلع على اللايكات، على عدد اللايكات، وبيقول لي ماما حطوا لي لايكات الي. ايه والله الله يعطيكم العافية وهيك كل مين بيحط لايك، كل مين بيعلق، عن جد الله يعطيكم العافية. وممنونتكم، انا كتير كتير ممنونتكم على جهودكم اللي عم تعملوها معي. وهلا هون اجا وقت اللي محمد هيك يتصور ويلبس هالمعطف تبعه اللي كتير كان لابق له وكتير كان حلو عليه صراحة. هون الأنسة كنت عم تعطيه الشهادات وعم تعطيه التقدير واللعبة والهدية وهيك الشغلات الحلوة. عن جد الله يعطيها العافية، أنسته كتير كتير كانت منيحة كل السنة الحمد لله. يعني الله هيك رزقنا بأنسة كتير كويسة. Kasino hatırı yapıyorlar. O zaman çekmeceye gelmiş bu şeyden. Ben varım bir arkadaşım daha var. O zaman minibüs nerede? جوزي واخدنا، فحبينا نطالع محمد هيك شو بدي لكم مثل مشوار حلو هيك على البحر، واخدنا اكل جاهز مشان نتعشى كمان. ان جعنا كتير، جعنا بصراحة بالحفلة يعني كان بس حلويات وهيك، فجعنا كتير. اخدنا اكل معنا ورحنا على البحر وانبسطنا، والحمد لله يا رب الله يديمها يا رب نعمة ويحفظها من الزوال. وهيك بكون للفيديو اليوم، فيديو اليوم اللي يكون خلص، وان شاء الله يكون عجبكم، وبتمنى تكونوا استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه. واذا عجبكم لا تنسوني من اللايك فضلا وليس امرا، ومشان يصل الفيديو لاكبر عدد من المشتركين وهيك بتكبر قناتي فيكم. واذا ما كنتوا مشتركين بالقناة وحابين يوصلكن اشعار بكل جديد عم نزله، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل، وانطروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة وفلوجات جديدة بقناتي شهد شانيل.